عمي؟ تعال عايزك. هو يا ريتال، هي حاجة واحدة عايز أعرفها، تجاوبيني بصراحة. تحت أمرك يا عمي. حسن هو اللي كان عايز يقتل مروان، مش كده؟ أيوة يا عمي. وليه قلت غير كده؟ كنت عايزني أقول إيه؟ عايزني أشهد ضد جوزي؟ عايزني أقول إن حسن كان عايز يقتل مروان عشان تقتله؟ خفت على حسن يا عمي، خفت عليه منك. خفتي على حسن ولدي مني أنا؟ أيوة خفت. أول حاجة خطرت في بالي خالي. أيوة يا عمي، خالي اللي يخليك تعمل كده مع عشرة عمرك وأقرب الناس ليك. هتعمل إيه مع حسن لما تعرف باللي عمله؟ خفت على ابني يتيتم. كان سهل عليا إنك تعمل أي حاجة في مروان. مش هنكر، مروان مش جوزي ولا أبو ابني عشان أخاف عليه. أنا عارفة يا عمي إن اللي بقوله ده هيزعلك، بس هي دي الحقيقة. حقيقة إيه؟ أنا مش عايزك تفكري كده تاني خالص. غصب عني يا عمي. هيك فكرة إني ممكن أضر حسن أو حتى أذيه. ما أنت ضربته يا عمي وكسرت بنفسه قدام مروان. كان لازم يفوق. من ساعتها مش عارفة راح فين. أكيد عارف إن أنا عرفت. أكيد مش عارف يوريني وشه عشان اتكسر قدامي يا عمي. ما تزعلش مني يا عمي. أنت بتحب مروان أكتر من حسن. الكلام اللي بتقوليه ده، 2 ولادي، 2 في معزة واحدة، ومفيش حد يخاف عليهم كدي. بس إيه يا عمي؟ مش معقول يعني حضرتك يا عمي تبقى شايفنا كلنا غلط وحضرتك اللي صح. بتحب حسن؟ بحبه، مش أبو ابني. بتحبيه بس عشان أبو ولدك؟ لا يا عم، بحب حسن عشان حسن، وعايزاه جنبي، وعايزاه يحس إنك كمان جنبه وتديله فرصة. فرصة إيه؟ تخليه جنبك يا عمي وتحسس إنه زيه زي مروان. إيه المشكلة يعني لما مروان يستريح شوية وحسن يسوق؟ حسن ما بقاش صغير. حسن يقدر يعمل كل حاجة ويقدر يعمل اللي مروان بيعمله. بس أهم حاجة يا عمي إنك تخليه في ريحك. مش انتوا بتقولوا هنا كده؟ طب انت عارف يا عمي، عارف هو عايز يسمي الواد ايه؟ وانت عرفت منين انه واد؟ واد يا عمي. عرفت منين؟ الداية يعني وهي بتكشف عليا قالت لي ان في شوية حاجات كده تدل ان اللي في بطنك ده واد. خلاص بقيتي تصدقي اللي بيتقال عندنا؟ وده زعلك؟ لا ما يزعلنيش. حسن كان عايز يسمي الواد ايه؟ عبد الله، مش كده؟ لا يا عمي، كان عايز يسميه عبد الحكيم. عبد الحكيم. استنى انا جايه معاكي. لا خليك انت. لا مش هسيبك لوحدي. يا زينب خلي يا بنت الخبر المنيل ده قوله لها الصبح. صبح ايه بس يا ماما؟ هو خبر زي ده ينفع يستنى؟ ده انا لازم اقوله لها ودلوقتي حالا. زينب عندها حاج، يلا بينا. يلا. وبعدين بقى المكان ده حلو قوي.
سليمان انت ناسيني خالص. هو انت يعني اللي سألت؟ ما انت طول الوقت بتسأل على جمانة وانا لا. وده ينفع برضه؟ تبقوا اصحاب وتعرف اخباره من بره؟ طب اعمل ايه؟ ما هي جمانة ومروان صحاب من ايام الجامعة وقريبين قوي كمان من بعض. ده حقيقي. طب ربنا يوفق الجميع. مالك يا حبيبي؟ مش عارفة، تعبانة شوية. من ايه؟ مش عارفة، الشغل كده طول اليوم متعب شوية. طيب تحب نروح؟ لا نروح ايه ازاي كده؟ انا بس هدخل التواليت شوية. اسمعي، انا لازم اكلم الحاج. هكلم الحاج وارجع. اتفضل. نورتي البلد كلها. فهمني، انت بتعمل كده ليه؟ انت ليه غاوي تعذب نفسك وتعذب اللي حواليك؟ مش فاهم. كلامك ده مش مفهوم، بعمل ايه يعني؟ لا مفهوم. زمان وهربت عشان مش عارف انت عايز ايه، وانا كنت هبله وما فهمتش، لكن دلوقتي انا وانت المفروض نكون مع بعض. كان المفروض تكون مكان سليمان من زمان اصلا. كلامك ده هيدمر كل حاجه. انت اتجوزت فريده دي ليه؟ عشان تهرب صح؟ عشان تحس ان انت اتجوزت واحده حلوه وذكيه، بتحس ان انت ما خسرتش اي حاجه، تكون راضي عن نفسك. قول لي الكلام ده صح ولا لا؟ لا مش صح. امال جاوبني ليه؟ مش عايز اجاوب دلوقتي. خلي الليله دي تعدي على خير. هنتكلم وخلاص. ماشي يا مروان، هنتكلم. ايه يا حبيبتي مالك؟ قالت لك ايه؟ ما قالتش حاجه. مش عايزه اعرف. وشها بيقول انك علمتها مقامها فين. اسكتي. يعني ايه الكلام ده يا ست كريمه؟ يعني اللي انت سمعته يا عمده. انا سمعت كتير. ايه يعني قصدك؟ يعني اللي اوله شرط اخره نور، فيها حاجه دي؟ يا ست كريمه بس يعني الاصول بتقول. بقول لك ايه، انا بفهم في الاصول كويس قوي. زينب مش راجعه البيت عندك غير لما تنفذ اللي احنا اتفقنا عليه، ومهرها يبقى معاك. غلطان انا؟ لا مش غلطانه، وانا كمان مش غلطان. لما اطلع دلوقتي اجيب زينب من شعرها واطلع بيها على بيتي، دي مرتي. اسمع بقى يا عمده، انا وبناتي غير اي بنات او ستات شفتها ولا لسه هتشوفها في حياتك كلهم. وزينب بنتي بالذات ما بتجيش بالطريقه الهمجيه بتاعتك دي. وخلي بالك، الراجل لما بيقع من نظر الست يبقى السلام عليكم وعليكم السلام، ملهوش 30 لازمه. 30 لازمه؟ يعني ايه كلامك ده؟ انا بنبهك وبوعيك عشان تاخد بالك. ايوه بس انا كده مش هكون مستريح طول ما هي بعيده عني. وهي كمان هتبقى مش مستريحه طول ما انت ما بتنفذش اللي انت اتفقت عليه. وبعدين في الليله الغبره دي بقول لك ايه، بوس ايدك وش وظهر واحمد ربنا ان زينب بنتي ما قالتلكش طلق الست اللي انت قانيها في بيتك، ولا قالت لك انا عايزه فيلا، ولا قالت لك اكتب لي 20 فدان ولا 30 فدان. ويا ريت ما تجيش هنا تاني يا عمده الا ومعاك مهر زينب. ماشي ولا قاعد؟ لا ماشي يا كريمه، ههملك